اللي يرجع في اي اتفاق يستحمل، اللي يرجع في كلمته يستحمل، اللي يكسر وعده يستحمل. اي اتفاق بين طرفين وما دام اتفق على بنوده الطرفين يبقى ملزم وبما لا يدع مجالا للشك وبدون اي تبرير ولا اي حجج للطرفين. من 5 سنين واثناء مشكله كورونا اللي كانت هبه في العالم كله، شركه فورد واحده من الشركات الامريكيه للسيارات، واحده من اهم 3 شركات امريكيه للسيارات، وواحده برضه من اهم الشركات اللي في العالم، كان زيها زي كل الشركات اللي في العالم حصل لها مشكله في موضوع المبيعات. الناس كده ولا كده ملخومه في موضوع الفيروس اللي هب عليهم ده، ومحدش فايق لا يشتري عربيه ولا يشتري اي حاجه اصلا، يعني لا موبايلات ولا عربيات ولا غيره. الشركه بتخسر، عدم توقف البيع الفتره الطويله دي وعدم مشيان يعني موضوع المبيعات بيخسرها مبالغ طايله كل يوم زي عن اليوم اللي بعده. طب والحل؟ اجتمعوا مع بعض الناس اللي في الشركه وقال لك احنا لازم نشوف حل ايه يحسم القصه دي. طب نعمل ايه؟ قال لك في النهايه هنعمل تسهيلات للسداد. بمعنى انت راجل دلوقتي مواطن امريكي هتيجي تشتري عربيه فورد، اوكي هديها لك بمقدم بسيط جدا، اقل كمان من المقدمات اللي كانت بتدفع في الايام العاديه قبل موضوع كورونا. طب حلو جميل شكرا. لا بص هقول لك على حاجه، لا انا كمان لو معكش حتى مقدم هديك من غير مقدم خالص. يا سلام، طب شكرا كمان مره. بص كمان انا كمان كشركه هراعيك كمواطن وكواحد عميل، انا هخليك لما تيجي تدفع لي الاقساط ما تدفعش لو انت معكش اول شهر ولا ثاني شهر ولا ثالث شهر، هديك سماح 4 شهور. يعني اول 4 شهور انا هديك سماح، مش هاخد منك فلوس كمان. ايه ده؟ طب والله كتر خيركم، يلا نمضي عقد بكده، يلا نمضي عقد بكده. وعملت الشركه عقود كده مع كل الناس العملاء الجدد يعني، وباعت مبيعات رهيبه خلتها توازن مع قبل نهايه 2020 توازن في موضوع المبيعات ده بما تقريبا ما كان يساوي الشغل اللي كانوا بيعملوه قبل كده قبل ازمه كورونا. ففكره عبقريه، انت قدمت تسهيلات للناس، انت اديتهم عروض محدش بيقدمها غيرك، فبالتالي كان لازم تفرق عن اي شركه تاني غيرك، وده اللي حصل فعلا. لكن ايه بقى اللي حصل من العملاء؟ اللي حصل من العملاء استنطاع. تمام، استنطاع، ما تقالش غير كده، بلاش ترجمه بالانجليزي، حصل كده فعلا استنطاع. ايه الاستنطاع اللي حصل من العملاء؟ انا كواحد عميل الشركه ادتني العربيه ومن غير مقدم وبالاقساط، وبتقولي ما تدفعش اول قسط كمان ومعاك 4 شهور ما تدفعش قسطك براحتك خالص، فلازم اتمرع غصب عني يعني. فتمام، بداوا يلاقوا ان في عملاء ما بيدفعوش الاقساط، يجي يدفع مثلا القسط الشهري يروح دافع لهم نص القسط ما يدفعش القسط كامل. قال لا. بداوا يلاحظوا ان في عميل من العملاء ما بقى له 5 6 شهور مش عايز يدفع. قال لا. طب ايه يا جماعه الكلام ده؟ بداوا يلاقوا وبعدين كمان ايه يعني في استغلال للموضوع. بدا واحد مثلا مشتري عربيه يروح جاي كمان جايب لمراته ولابنه كمان عربيه، ما هو ببلاش بقى تقريبا عربيه ببلاش. قعد الموضوع ده ينتشر لغايه ما هم حسوا ان في مشكله. لا العملاء بيتعاملوا معانا بعدم احترام، العملاء مش بيتعاملوا معانا بدرجه الاحترام اللي احنا اديناها لهم. راحوا مختارين مجموعه عشوائيه من العملاء وقعدوا معاهم، عملوا معاهم اجتماع، قالوا لهم انتوا ليه بتتعاملوا كده؟ ليه ما بتدفعوش الاقساط في ميعادها؟ ليه ما فيش تنفيذ لبنود العقد اللي بيننا وبينكم؟ فكان رد العملاء ده اللي عندنا، يعني ده اللي موجود، انتوا شايفين الظروف عامله ازاي، انتوا شايفين حال الدنيا واقف ازاي، انتوا شايفين. ايوه بس احنا بينا اتفاق. ماشي بينا اتفاق ايه؟ انتوا عملتوا الاتفاق ده معانا عشان انتوا ما كنتوش لاقيين تبيعوا. دي بقى احد ردود الثالث على فكره ده بجد. انتوا ما كنتوش بتبيعوا، ده احنا احمدوا ربنا ان احنا قبلنا ان احنا نشتري منكم حتى لو هنشتري بالقسط. فالشركه ايه ده يعني، وده جازتنا برضو. قعدوا يفكروا في حل. خلاص سيبك بقى خلاص من العملاء خدوا مبدا الاستنطاع كهدف او كتير منهم يعني. فالشركه بتدور على حل، اتعمل اجتماع عايزين نلاقي حل. في اللي قال لك طب نلغي خالص موضوع الاقساط ده، فاترفض القرار. في اللي قال لك طب خلاص نخلي موضوع ال4 شهور ده ما يبقاش 4 شهور، هو يدفع مقدم كبير عشان لما يدفع مقدم كبير هيتلسع، الفلوس هتوجعه، فبالتالي هيكون مضطر ان هو عشان يعمل الصيانات والحاجات بتاعته نربط الصيانه بدفع الاقساط. اتقال لا برضه. ومجلس الاداره اتفق في النهايه احنا مش هنكسر اي حاجه ميزه اديناها للعملاء، مش هنكسر اي ميزه اديناها للعملاء وخلتنا فارقين على الشركات اللي غير كده. لازم حل استثنائي، لازم حل من بره الصندوق. وكان الحل من بره الصندوق هو حل عبقري اتحطت الآلية بتاعته وتم تنفيذه بشكل تجريبي. ايه الحل؟ انت كعميل اشتريت العربيه ودفعتش القسط بتاعك شهر واثنين وثلاثه واربعه، طيب الشهر الخامس ما دفعتش، هبقى اتصل بيك هقول لك ادفع الفلوس، مش تدفع، اعمل لك ايه؟ هوقف لك عن طريق التكنولوجيا اللي هم بيعملوا بيها العربيات، هوقف لك التكييف بتاع عربيتك من عندي. يعني انا متحكم في العربيه بتاعتك من الشركه من عندي، هوقف لك التكييف بتاع العربيه. طيب
انت مش فارق معاك وشخص يعني جلدك تخين ومستنطع وقلت مش هيفرق معايا هسوق العربيه من غير تكييف، تمام حلو، هسيبك شهر كمان، بعد كده اقول لك ها فين الفلوس؟ مفيش فلوس. طيب هروح موقف لك الاوبشن بتاع المارشدير، مش هخليك ترجع بالعربيه لورا. ايه ده بجد؟ ينفع بجد وعملوها. طب لا، طب انا ماشي، انت بقى ايه راجل مستبيع وجدع وسواق ما جابتكش ولاده وشاطر قوي في السواقه، انا هسوق من غير ما ارجع لورا، مع انه مستحيل عمليا يعني. هتعرف تسوق من غير ما تمام، هسيبك برضو شهر واجي اتصل بيك فين الفلوس؟ مفيش فلوس. طيب مفيش فلوس، هخش معاك على الاوبشن الثالث والاخير والنهائي، ايه هو؟ اني هخلي العربيه تجي لي لغايه عندي في مقر الشركه بالقياده الذاتيه. هسوق العربيه انا كشركه، هخليها تيجي اتحكم فيها، تجي حتى لو انت موجود جواها، انت موجود مش موجود، اخلي العربيه تيجي لغايه عندي في مقر الشركه. لما اتطبق النظام ده واتطبق بشكل تجريبي وبداوا الناس يسمعوا عنه في امريكا، ايه كانت النتيجه؟ كل واحد عميل مش ملتزم رجع التزم تاني، رجع يلتزم ببنود العقد تاني، رجع يحترم الاتفاق والعقود تاني. اي عقد بين طرفين وما دام اتفق على بنوده الطرفين يبقى عقد ملزم للطرفين، والا ما تلومش الا نفسك. ناس كتير بيفسروا ان التفويت والمسامحه والتهاون اثناء الاتفاقات هو مبرر انهم بعد كده يجوا ايه يكسروا كلمتهم معاك. طب لا، انا لما بتهاون معاك ولما بتباسط معاك بيبقى غرضي ايه؟ غرض ان المركب تمشي، غرض ان انا شريك يا اخي، غرض ان انا مش عايز ان انا اخسرك. لكن انك تفسر ده ان هو ضعف او تفسره ان هو ان انا عايز او اني مدلوق، لا، وقتها هوقفك عند حدك، هيصدر مني رد فعل هيوقفك عند حدك. اي اتفاق بيحصل بين طرفين هو اتفاق ملزم للطرفين، محدش اجبرك توافق، لكن ما دام وافقت انت مجبر انك انت تنفذ. الاتفاق اللي بين طرفين لازم يتعمل، اللي بيكسر كلمته يستحمل اللي هيحصل. اي اتفاق تم بين طرفين وما دام وافق على بنوده الطرفين يبقى لازم يكون ملزم للطرفين. شكرا لكم على متابعتكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وبالشير، الشير بتاعكم بيساعدنا ننتشر اكتر ونوصل لناس اكتر ونكبر اكتر واكتر.